طبعا هذا فلوج من نوع آخر. برتب معكم غرفة العاملة، بكرة جاية هي، فبرتب غرفتها وأجهز أغراضها كاملة. طبعا رحنا من كم يوم اشترينا كل حاجة، السجادة، طاولة السرير، المفرش، كل شيء. وهذا الدولاب اللي سويته لها، بوريكم كيف سويت لها التقسيمة من جوا. سويت لها هنا أرفف وهنا أدراج وهنا تعليق، بس باقي المراية ما بعد جت. سويت لها مراية طويلة هنا. شوفوا هذا خلطة فيه ديتول وفيري، أقوى نوع تعقيم وتنظيف بالعالم. طبعا هذا سويتها بعد مصلح. بعدين عاد الله ليه هنا يعني هنا عاد نحط المفرش. ليش جبنا المرة اللي فاتت؟ يا سلام على المفرش والدلع. وهذه الأشياء الشخصية اللي اشتريناها لها ذاك اليوم بالفلوج اللي صورته لكم قبل هذا. ما عرفتي. يا هاي السجادة مرة حلوة والألوان متناسقة مع بعض، والله ذوق. الحين عاد بحط لها المفرحات حقت أهلا وسهلا. وهنا آخر شيء حطيت الشبسات وبس. والله هاي التجهيزات النهائية. عاد باقي الملابس إذا هي جات يعني، بس عاد باقي مرايتها اللي قلت لكم هنا. خلاص كل شيء خلص وبس. والله هذه أبسط حقوقها علينا، واجب، ما هو بشيء حنا مسوينه يعني كرما منا، هذا شيء واجب. وهنا صلوحي شيك على الغرفة، ايش رايك؟ عجبتك يا جماعة؟ شوفوا أنا بعلمكم. صلوحي شوفوا تعبان دقيقة ماما، فيه فطريات تشوفون. أنا جالسة أعالجه والله العظيم كاسر خاطري. طبعا حاجرته هنا بغرفة البلياردو عشان أعالجه، عشان ما يعديني وما أقدر أمسكه إلا بقلفز. أشوف وجهك أمانة، أشوف وجهك وبس. والله يا جماعة كذا يكون خلص برقنا.